ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. المرة دي بقى مش على قدوم رمضان، لا ده على قدوم العيد. ربنا كده يعودها علينا أعواما وأعواما ويجعلكم كده من العايدين يا رب العالمين. وأنا بحبكم في الله جميعا، ويا ريت اللي يشوفني لأول مرة يتعرف على ماما ناني أو الشيف ناني. أنا بعمل لكم أكلات بسيطة مصرية وغربية وشرقية وعربية، وكمان في حاجات بألفها من دماغي. بحبكم جميعا ويا ريت تعملوا لي قلوب كتير وفرحوا قلبي. الأكلة دي اسمها فلافل في اسكندرية، بس في بقية المحافظات اسمها طعمية. تمام، فأنا هعمل لكم النهاردة الفلافل الاسكندراني احلى من كده ما تلاقوش ان شاء الله، يعني تعجبكم. احنا بقى ايه، جبنا نص كيلو. طبعا انت تعملي على حسب المقدار اللي انت عايزاه، يعني ممكن تعملي كاسه علشان ايه بتسمر وكده ومش عارفه هتحطيها فين. فانت جيبي نص كيلو، قصدي ربع كيلو، كوبايه، اي حاجه. فانت المقدار اللي انت عايزاه هو اللي يناسبك. انا جبت علشان قلت ايه، هدي لحبايبي اخواتي وكده، فادي كل واحد علبه وتهادوا تحبوا كده. فانا هنزل اول حاجه بمقدار كده كاسه كده اللي انا عملتهم دول، الملو الاتنين دول كده كاسه ايه، كاسه فول مدشوش. الفول المدشوش ده بتجيبيه وتغسليه كويس جدا، بتلاقيه في السوبر ماركت في اكياس كده او سايب على حسب من المكان اللي بتجيبي منه. وبعدين تنقعيه ساعتين في المويه وتشطفيها مرتين وتبقى نضيفه معاكي زي الفل. تمام، انا حطيت كاسه بحط معاها. تمام، هحط معاها بصلايه صغيره كده اهو. تمام، احط معاها بصلايه صغيره كده. انا طبعا مسكت واحده كبيره فانا قسمت خدت نصها اهو يا بنات اهو. خلاص هاخد فص توم، كل كاسه الفول المدشوش ده باخد معاه المقدار اللي انا بقوله لك ده اهو. فص توم اهو مدقوق مجروش كده او مفروم. تمام، بحط كمان معاه واحد فلفل كده ايه روعه كده يدي نكهه وريحه ما اقولكيش. ايه بقى الخضره دي عباره عن ايه؟ الخضره دي بصي يا حبيبه قلبي، الخضره دي عباره عن شبت اهو كلنا عارفينه، وعن كرات طبعا كلنا عارفينه كمان اهو. الكرات هتجيبيه هتلاقيه في السوبر ماركت، وعندك كزبره وعندك ايه، وعندك بقدونس، حبه من كل حاجه كده. تمام اهي، حبه من كل حاجه كده اهو. دولت كده هحطهم فين بقى؟ هحطهم هنا اهو، هحطهم هنا في الكبه بتاعتي اهو. اهو حبايبي، بعد ما حطيت الخضره حطيت كمان شويه فول مدشوش عشان ايه يوازنوا مع بعض، يبقى حبه من تحت وحبه من فوق. تمام، وبعد كده بتنزلي بتملحي، بتحطي معلقه صغيره كده. تمام، علشان ما تبقاش معانا مش مالحه. بتحطي شويه كزبره ناعمين اهو، حبه حلوين. تمام كده، هي اساس الطعميه او الفلافل هي الكزبره. وبعدين بتنزلي كمان بشويه كزبره مصححه كده، دي بتبقى روعه. خدي الفكره من اهل الخبره. تمام، اخر حاجه بقى بتنزلي عليها بربع معلقه صغيره بيكربونات الصوديوم اهي. تمام، نص معلقه اهي. خلاص يا بنات، يلا بينا اضربها وارجع لك حالا. حبايب قلبي، عملنا العجينه وفرمناها اهي. شكل العجينه بتاعت الفلافل او الطعميه ريحتها تجنن جدا وروعه. تمام، عملت ايه بقى؟ رحت واخده كده حبه ورحت حاطه السمسم وحبه البركه كده من ناحيه، وسخنت زيت غزير وخليتها تعديها
تمام. وبعد كده رحت قلياها، وبصي الفلافلية قمر ازاي، بصي الجمال، تاكليها كده حاف زي القمر. وعملت معاها سلطة طماطم كمان بالثوم، وعملت البطاطس المهروسة هرستها وحطيت عليها زبدة وشوية كمون وملح، وقليت كمان معاهم بطاطس والبنجر القمر ده. وبالهنا والشفا، واعملي الفطار ده وفرحي ولادك في اي وقت تحبيه. وتابعيني، وشكرا ليكي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالله عليكي عايزه كومنت حلو زيك، وقولي لي بتتابعيني منين علشان نبقى اصدقاء كده. وشكرا ليكي، وشكرا تاني وتالت ورابع، طول ما انت بتحبيني انا بحبك وانت فوق راسي. شكرا شكرا شكرا.